أضواء. 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 شواغل أهل الثقافة على طاولة الحوار والنقاش والجدل. أضواء. أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من أضواء. نذكركم كالعادة تسمعونا على موجات لافام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، وتابعونا زادا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية في المباشر. حديثنا باش يكون عن مجال الرسم، باش يكون على الفن الكاريكاتير. في هذا اللقاء معكم من أضواء، سعيدة أن يكون حاضر بحثنا ضيفنا الرسام الكاريكاتوري الفنان المصور أنيس المحرسي. صباح النور مرة أخرى، أهلا وسهلا، مرحبا. إذا مش نحكيه على فن الرسم وخاصة الرسم للأطفال، لأنه عندك تجربة مهمة في هذا المجال. يعني قدمت رسومات لمجموعة كبيرة من القصص الموجهة للأطفال، ولهنا باش نحكيه على خصوصية الرسم للأطفال. مش فقط أنت في قصص، ولكن في تجارب في مجلات زادة، وحتى أنت يعني كانت ثم بادرة منك في مجلة بوشكارة، لكن للأسف ما تواصلتش. طبعا بعد نحكيه عليها. اشتغلت زادة في معناها كرسام في مجلة عرفان زادة. فما برشا تجارب أنت خذتهم أنيس، نحكيه عليهم تباعا في لقائنا اليوم من أضواء. قبلها خلينا نبدأ بدخولك هذا العالم، عالم الرسم. والحقيقة الصور اللي تقدمهم ياسر يعني صور جميلة جدا. ونعرفوا أنه مش من السهل. هنا مش نحكيه على الرسم الكاريكاتوري، نحكيه على الرسومات الأخرى اللي هي موجهة للأطفال خاصة. كيفاش بدأت التجربة في هذا العالم؟ من اللي أنت صغير تصور كما كل الفنانين، ومن بعد تطورت التجربة، وإلا من بعد جاء الغرام بالصور هذوك؟ هو ملي صغير هو يبدا بالغرام من الاول، ومن بعد شيء انت تسخلوا بالرسم نتاعك. قبل كما تعرف انا من مواليد 79، دونك ما كانش فما بارابولات وكل شيء. كنت نتفرج في التلفزة، وكان تفلت حلقة من الرسوم المتحركة ما تنجمش تعاود تشوف البث نتاعها مرة أخرى، دونك لازمك تتفرج فيها. وباش نحافظ على الرسوم اللي وانا صغير تعجبني، دونك يلزمني نمرن عينيا على نعاود نرسم التصويرة اللي نشوفها في التلفزة. وهكاك تقعد لي يعني هي كلها محبة، يعني محبة في الرسم يعني هي. ومن بعد شيء ولات لي خدمة قارة، يعني نرسم لديار النشر وقصص أطفال، وقعدت لي يعني الموهبة هذية قعدت نسقل فيها، للي ولات لي حاجة دايمة. يعني في النهار يلزمني نرسم حاجة، ما نجمش نقعد كما نقولوا ما ننقدش في الرسوم نتاعي ولا. وهذه يعني نحب نقول اللي هي الغاية كي نصور حتى للقصص نتاع الأطفال، هي غاية الاستمتاع. نحب الصغير وقت اللي يشوف التصويرة يستمتع وهو يتفرج فيها. مش جوست تصويرة يعني راكحة من غير روح، واقفة جوست باش تجسد له الشخصية اللي هو يقرأ فيها. لهنا نمشيو التفصيل آخر أنيس. هو شنو اللي يميز الصور اللي انت تقدمهم للأطفال؟ شنو اللي يلزم يتوفر في صورة مرسومة للطفل، سواء في قصة ولا في مجلة؟ لأنه أكيد تختلف حسب الفئات العمرية، وإحنا لهنا بدينا نحكيه على تجربتك مع الأطفال. رسوم للأطفال هي حاجة ياسر ديليكات، معناتها يلزمك تكون ترسم بطريقة تخلي الصغير تعجبه التصويرة. ولهنا يلزمني أنا نخوض يعني فيش قاعد يتفرج العالم متاع الطفل. يلزمني نعرف الصغير فيش قاعد يتفرج توا، شنو هي الصور المتحركة اللي قاعد يشوف فيها، شنو أنواع القصص اللي تعجبه، شنو المجلات. المجلات قلت تويكا في تونس ما عادش موجودة. يلزمني نعرف العالم متاعه وين موجود. يلزمني نخوض العالم متاعه كما نقولوا نسبح في الرسوم اللي هو عجبته.
الرسوم اللي هو عجبته باش نلقاه بالطبيعه في القنوات التلفزيه الكرتونيه كما نقولوا. برشا اسامي ديجا موجوده. يلزمني نتفرج في اللي يتفرج فيه هو باش نخرج الكاليتي نتاع الرسم المزيانه اللي هو تعجبه في التلفزه. يلزمني نعاود نصورها بطريقه اخرى، يعني بنفس الطريقه ما نزيدها طريقتي انا باش تنجم هكا تعجبه على الاخر. نعم. هل انه فما شروط محدده لازمها تكون موجوده، مثلا الالوان، طريقه الرسمه في حد ذاتها؟ يعني خاطر لانه انت باش تشد طفل لقصه. انا كيف حكيت في الموضوع في الاسبوع الفارط في علاقه يعني بالقصص الموجهه للاطفال، لانه الطفل يمشي للصوره قبل ما يقرا القصه عاده. يتصفح القصه، يتفرج في التصاور، وبعد يمشي يقرا القصه، وهو قبل ذلك كان عنده خلفيه انه يتفرج في الصور المتحركه. شنو اللي يلزمه يتوفر، ولا كيفاش تخدم عليهم انت الصور هذوما باش يشدوا انتباه الطفل؟ أول حاجة ساعة يلزمني نعمل بحث مكثف على الرسوم، خاصة كي نقرأ قصة باش نصورها. يلزمني نعمل بحث ونشوف مثلا كيف باش نصور أرنب ولا فيل ولا حاجة. ما يلزمنيش نتيح في التقليد، فهمت؟ دونك لهنا يلزم كما قلت لك ما نتيحش في التقليد. نعمل البحث نتاعي ونشوف الشخصيات اللي يعجبوها على الاخر. ساعات لهنا تدخل دار النشر، يعني هي اللي تنجم تقول لي اقرا القصه واعطيني انت تصور، ولا تعطيني بالضبط شنو تحب نصور. يعني تعطيني كما نقولوا الجدول، مثلا المكان والزمان، الشخصيات، وانا نقرا الحوارات باش نجم نخرج التصويره بنفس الرؤيه اللي موجود النص اللي بحذاها. فهمت؟ انت خذت تجارب مختلفه يعني مع مجموعه كبيره من الكتاب اللي هما قدموا قصص للاطفال مع دور نشر مختلفه زادها، من كاتب إلى آخر، من قصة إلى أخرى. هل تختلف لهنا طريقة العمل بالنسبة لك أنت؟ لأنه كل كاتب عنده أسلوبه في الكتابة، وأكيد من الأسلوب هذاك ومن القصة في حد ذاتها يمكن هذا اللي يحدد شنو هو الرسمة اللي أنت باش ترسمها. أي صحيح. هي القصص متاع الأطفال عادة تبدأ قصيرة وتبدأ فيها عبرة في الآخر باللغة العربية المشكولة. دونك أنا يلزمني نقراها. فما قصص الحقيقة رائعة على الآخر، وفما قصص مملة للأطفال. مملة يعني بطريقة التقليدية أنا نشوفها مملة، بتاتر هو يشوفها حاجة يعني تعجبه. على خاطر أنا نحس اللي العبرة يلزم الصغير ياخوها من القصة من غير ما أنت تقول له عليها بالضبط العبرة هي شنو. معناتها يلزمه هو يلخص وحده في شنو تعلم كي قرأ القصة متاعه. هنا الرسوم يعاونوا شوية خاصة في الخيال متاعه، ويحبوا زادة في القصة خاطر عندها يعني الرسوم مع القصة عندها رمزية قوية برشا. كان الرسوم بالية وما هيش مصورة بطريقة حلوة، راهو صغير باش ينفر القصة جملة، حتى لو كانت القصة مكتوبة بطريقة غير عادية وجميلة وكل. يعني الرسوم عندها دور كبير برشا في إعجاب يعني الطفل للقصة، وحتى في الترويج وفي التجارة، يعني في بيع القصة يلزم تكون رسوم، وخاصة الغلاف ما يلزمش يعني هما برشا تويكا ديار نشر وديجا يسمعوا فيا ياخذوا صورة من وسط القصة ويحطوها هي الغلاف. الغلاف يلزم يكون وحده، والصور يعني اللي في داخل القصة حاجة أخرى. تابعين يعني حكاية القصة بالتفصيل في وسط القصة. لهنا نمشيو في نقطة أخرى. نذكر ضيفنا الرسام والفنان الكاريكاتوري أنيس المحسي، واحنا حديثنا في الجزء الأول من اللقاء الآن على تجربتك في تقديم رسومات لقصص للأطفال، وعندك تجربة في هذا المجال مع مجموعة كبيرة من القصص. اليوم ربما في علاقة بهذا الطفل اللي هو متقبل لهذه القصص وخاصة لهذه الصور. ونعرفوا اليوم أنه الطفل اليوم أنت أول ما بديت تحكي قلت اللي احنا في فترة اللي ما كانتش يعني لازمك تتفرج في الكوميك في وقتها،
نفسها، ما فماش يمكن لها التطور التقني اللي موجود اليوم. والأطفال اليوم يعني عايشين في عالم الصورة، بين إنه هو يتفرج في التلفزة ولا يتفرج في هاتف جوال ولا حاسوب ولا أي محمل هو في يده، وبين إنه باش يتفرج في صور في قصص. منافسة كبيرة لهنا. كيفاش تنجم تربح المنافسة هذه؟ أنت من خلال، ديما نقول من خلال تجربتك أنت، لأنه أعمالك متميزة الحقيقة في الجانب هذا. هي الحقيقة راهو في كلمة واحدة تنجم تلخصها، هي الاستمتاع. يلزم تخلي الصغير في القصة كي يقراها ورقية يلزم يستمتع بالرسوم نتاعها كما يستمتع في بورتابل نتاعو قاعد يتفرج في رسوم متحركة. نفس الطريقة معناتها ما يجيش هو يتفرج في حاجة ياسر مزيانة خاصة كي يخدموها الغرب، واحنا وقت نعملوا قصة نعملوا رسوم بالية ماهيش مواتية ما تشدش يعني. يلزم زد الرسام تكون عنده نوعية من الميزاجور كما يقولوا، باش ينجم يخلي الصغير يمشي يجري، هو يشري القصة مش والديه هما اللي يشريوها له بالصفة عليه كما يقولوا. فهمت؟ خاطر ما تعرف الوالدين يحبوا يشريوا قصة للأطفال باش يتعلموا اللغة العربية وخاصة التعليم يعني. ولهنا من رؤيتي أنا نشوف اللي يعني الطفل يقرأ في القسم ويعمل دروس خصوصية ويزيد يشريوا له يعني باراسكولير، أما وحتى القصص اللي تاخذهم له يلزم يكونوا قصص يعني باللغة العربية الجميلة والعبر يعني الجميلة وكل، لكن يلزم يستمتع وقت اللي قاعد يقرأ القصة، مش هكاك يعني جوست يتعلم اللغة ولا العبر وكل شيء. كما قلت لك الرسوم يلزم يعني رسام يلزم يتفرج في التلفزة في الكوميكات فاش قاعد يتفرج الصغير باش وقت اللي يرسم في نفس الطبقة يعني نفس الطريقة، وهكاك ما يكونش في عينين الصغير اختلاف ما بين شنو يشوف في البورتابل وشنو القصة الورقية اللي قدامه. في القصة في علاقة الآن بالصورة أو إخراج هذه الصور في قصص موجهة للأطفال، تتبع النقطة هذه أو المرحلة هذه من رسوماتك. أنت قريت القصة، قدمت لها رسومات، وبعد باش تقدمها لدار النشر اللي هي باش طبعا تواصل المرحلة اللي من بعد. تتبع طريقة إخراج الصور هذوما، الألوان كما أنت حبيتهم، الصورة، الحجم، لأنه هذا دور مهم زي بالنسبة لدور النشر. على الأقل اللي أنت تعاملت معهم كيفاش تعاملوا في مستوى طريقة إخراج الرسومات اللي انت قدمتهم. طريقة الإخراج مهمة على الآخر، خاصة في الرسوم لقصص الأطفال، على خاطر يلزمك تعطي لي ديتاي وحاجة يعني ياسر مينيسيوز، معناتها لازم تعرف كيفاش تصور وتعرف كيفاش تحط الشخصيات في الورقة، مش يعني ما تحطش كما جاء. والألوان زاد عندهم يعني أهمية كبيرة ياسر في التلوين، يعني في الرسوم متاع القصة. مثلا باش نعطي تجربة، ما يلزمكش تحط ياسر اللون الأحمر، على خاطر اللون الأحمر ينفر الصغير كي يشوفها يعني تقلقوا في عينيه. فهمت؟ في الغلاف لازم يكون فما اللون الأصفر، خاطر اللون الأصفر تجاريا كي تحطها بعيد القصة متاعك، اللون الأصفر هو اللي يخطف الأنظار أكثر من الألوان الأخرى. يعني صغير وقت اللي يشوف قصة من بعيد الأكثرية فيها الأصفر يمشي لها يجري يشوف شنو الحكاية، أما كي تحط ألوان أخرى كما الأحمر كما الأزرق ما يعطيهاش أهمية كبيرة. أنا لهنا وقت اللي يعني دار نشر، يعني هما يختلفوا ديار نشر، فما اللي يقول لي اتصرف أنيس هاي القصة أقراها، شوف المفاتيح اللي فيها وارسم شنو اللي أنت تشوفه. لهنا تعطيني الخيار ويعني والحرية التامة باش نجم نرسم، وهكذا أنا نجم نبدع. أما فما زاد ديار نشر آخرين يعني يقيدوني بأعداد الرسومات، وعندهم حق هم على خاطر يعني الظروف والتكلفة يعني مربوط بها. لكن زاد فما الكاتب زاد يدخل، ما تعرف وقت تدخل دار نشر والكاتب والناس الكل يعني يقولوا لي لا نحب هكا، ساعات يمدوا لي تصاور من الانترنت وانا نعاود نصورها بطريقه يعني جديده، بطريقه مش ياسر مختلفه. لهنا ما فماش
حريه الابتكار الشخصيات اللي انا نمشي لها طول. ولو انه ساعات انا نغش شويه، يلزمني نعمل تصويره تعجب الصغير. يعني نتحدى رغم اللي الاذواق مختلفه. نعم. مش كما يعني مولى القصه، يعني الكاتب يشوف يعني تخيل القصه نتاعو شخصيات اخرى، مش كما انا نجيب شخصيات من عندي ابتكرتها نحطهم يعني في القصه نتاعو. ولهنا يلزم يكون يعني فما يعني حوار ما بيني انا والكاتب باش تنجم تخرج يعني حاجه مزيانه على الاخر. نعم. الى حد الان من خلال التجارب اللي انت يعني خضتهم مع كتاب توانسه كتبوا للاطفال، مع دور النشر ايضا، مع حتى في معرض الكتاب، ونشوفوا مدى اقبال الاطفال والتلامذه على القصص، ويعني فما تشجيع من قبل الاولياء ومن قبل زاد دور النشر والاعمال المقدمه. الى حد الان انيس راضي على تجربتك مع يعني الى حد الان تجربتك مع الكتاب، مع دور النشر، وحتى في علاقه بهذا المتقبل الصغير، هذا الطفل، هذا القارئ؟ شو انا الحاجه اللي فرحان بها وقت اللي نمشي لمعرض الكتاب ونشوف طفل صغير يجري للقصه ويشوفها على خاطر من بعيد عجبوه التصاور اللي فما، ويورق يشوف فيسع التصاور اللي فما قبل ما يقراش القصه جمله، يورق يشوف التصاور عجبوه يولي يحب يشريها، يهزها لامه ولا لابوه باش ينجم يشريها. هذه الحاجه اللي تفرحني وهذه الغايه نتاعي اللي نحب نوصل لها وقت اللي نرسم القصص نتاعي. نحب الصغير يعمل جو وقت اللي يورق التصاور يقول يا محليهم التصاور هذوما. هذه كما قلت لك الغايه نتاعي. مثلا مع الكتاب ما عنديش يعني الحقيقه ما تعرضتش الى يعني الى مشكله ولا ما عجبتش الكاتب الرسوم نتاعي ولا حاجه، على خاطرني زاد نحب نرضي الكاتب ونقنعه زاد، نقول له راهو الرسوم هذوما عملت فيهم بحث وراني باش نرسم، باش نخرج من طريقه الاستمتاع نتاعي بالرسم راهي توصل يعني المحبه كما نقولوا، توصل من قلب القلب، من قلبي انا للقلب الصغير بالرسوم نتاعي. واكثر حاجه نشيخ عليها وقت اللي طفل صغير يحط القصه وياخذ ورقه بيضاء ويحب يعاود يصور الصور هذوكم. هذاك علاش نصورهم بطريقه يعني مش ياسر فيها كما نقولوا طريقه التروادي ولا هكاك، نخلي البراعه اليدويه يعني تخرج من عند الصغير ويحب يقلد الرسمه. وقداش من الرسمه من عند الصغير يجيبها لي يقول لي هاني صورت الشخصيه اللي انت صورتها. هذيك حاجه تفرحني. هنا جبت لي فكره انه يعني انت الموهبه يلزمها تكون موجوده، يعني لازمها تكون موجوده، وبعد تجي تطوير الموهبه هذه وتنميتها. اليوم اذا كان فما اولياء يسمعوا فينا وصغيراتهم عندهم الموهبه هذه ويحب يشوف صغيره ربما في مسار كما مسار انيس المحرسي، شنو اللي يلزم يوفر له، شنو اللي يلزم يقدم له، شنو اللي يلزم يعني يكون موجود عند الصغير هذا حتى ينمي الموهبة اللي عنده وينجم في يوم ما يكون رسام يقدم صور بهذه الجمالية في قصص موجهة للأطفال؟ يلزم الأولياء يخليوا الصغير مرتاح ساعات فاش يحب، ما يلزمش يحطوا في يعني نادي متاع رسم بالصفة عليه ولا كأنه حاطوا في كراش ولا يعني باش يرتاح منه كل الأوقات هذيك ومن بعد يروح به. يلزم الصغير كانوا مغروم بالرسم جيب له اوراق بيض، اعطيه قلمات وخليه يبدع وحده ويعمل اللي يحب. فهمت؟ ينجم ينقل من الاول ومن بعد يولي بشوي بشويه للي يلقى روحه يعني ينجم يرسم. وفما نوادي متاع رسم بكثره هي موجودين في تونس ويعني في كل بلاصه. مي الصغير خليه على راحته، اعطيه يرسم. راهو الرسم هذاك راهو ديفولمون هو يخرجه. انا ديجا حتى كي نقري الصغار نمد لهم اوراق بيض ونقول لهم صوروا لي مثلا حيوان، مثلا ما نعرفش سلحفات، كل واحد يصور سلحفات كما يشوفها هو، ونخليهم. الرسم ما فيهش تصليح، راه يعني ما تصلحش للصغير اللي بدا يرسم، ما تقولوش لا هذه غلطه وهذه لا، خليه يعمل اللي يحب. وانت من بعد
شوفوا وين غلط وحاول تخليه يعني مستمتع ساعة، خاطر بالاستمتاع ينجم يتعلم. كان تحسوا يعني كان قارئ صغار كان نحس روحي اللي أنا معلم ويلزمك تعمل هكا وعندك وقت معين وعندك عدد باش تاخده في الآخر. صغير يحس روحه يعني مسلط عليه يعني وما نجمش يمارس الهواية متاعه. صحيح. به مازلنا باش نواصلوا معك الحديث، مازلنا باش نواصلوا على محطات أخرى في تجربتك مع الرسومات. ضيفنا الرسام والفنان الكاريكاتوري أنيس المحرسي في لقائنا معكم اليوم من أضواء على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسمع نغم وبعد نرجع نكملوا معك اللقاء.